الدنيا مولعه الفتره اللي فاتت شويه بسبب لامين يامال وهانز فليك. هانز فليك في الماتش اللي فات بعد ما برشلونه وقع وتعادل ضد رايو فايكانو 1-1 طلع وقال تصريح جنن الدنيا. قال ان بعض اللعيبه اللي في الفريق عندهم حته غرور، عندهم حته هم بيفكروا في نفسهم، عندهم شويه تكبر يأثر على اداء الفرقه. في حين ان لامين يامال طلع في معسكر اسبانيا وطلع تصريح برضو الناس اتجننت وقالت ده بيرد على فليك، وفليك قصده ولا ايه. قال ان هو الموضوع اكتر مش بيتكلم عن التكبر انما بيتكلم عن طريقه لعب. احنا ضيعنا فرص كتيره ودي كره القدم في الاول وفي الاخر، في ماتشات هتكون معاك وماتشات هتكون ضدك، وده سوء توفيق اكتر ان هو في لعيبه بتفكر في نفسها. في الاخر الموضوع ده كوره وده توفيق ومش اكتر من كده. قصده حاجه ثانيه واكيد هنتكلم عليها اول ما نرجع. خلي بالك في لقطه ثانيه في الماتش اللي فات ان يامال بعد ما جاب جون حط لنفسه تاج وبينصب نفسه كانه ملك لبرشلونه. اكتب تحت كده في الكومنتات هل شايف ان فليك فعلا يقصد لامين يامال؟ هل شايف فعلا ان لامين يامال فعاله مؤخرا تقدر تاثر على نتائج الفريق؟ كان معاكم ابو زيزو، استنوني في فيديوهات جديده.